السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معانا تلفزيون ATA 14 بوصة. نشوف العطل بتاعه ازاي. نحط الفيشة في الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. لمبة حمراء ولعت يا جماعة. وفي اشعار الكترونيات طالعة من الشاشة هنا. هو شوفوا فيه، بس ما فيش اضاءة ولا فيش بيانات ولا حاجة ابدا. ما فيش اي حاجة طالعة زراير ولا اضاءة ولا حاجة ابدا. بس الشاشة شغالة بالايه، باللاين. الضغط العالي طالع بس اضاءة الشاشة مش طالعة. فهنشوف ان شاء الله ده هيكون عطل ايه يا جماعة. بعد ما فكيت الجهاز من ورا هنقلبه كده. نبص على الخط الشاشة ورا. لقيت الشاسيه، لقيت مكان اللاين مكسور. شوفوا اول خط ده بتاع 180 في اللاين. ده بتاع خط 180 وده بتاع ABL وده خط الشاشة. خط الشاشة ده لما ماشي. بصوا كده نتبعنا كده. هو نشوفوه ماشي مع ايه. اهو طالع على المقاومة ده لغاية هنا، ومن هنا طالع على ايه لغاية الرجل التانية دي اللي هي الاتش. تمام. ف من غير ما اعمل اي حاجة كده لقيت الكسر، قلت اكيد في فصل يعني. فمسكت كده هو طرف الشاسيه وبعمل كده. تمام. مهزوزة مقسومة لافة اهي. وحاجة تانية، لو مشكلة لو خدت مثلا الافوميتر عن طريق الجرس وخدت من هنا لغاية الشاشة هنا هتقطع، هيبقى ما فيش اتصال. فدي اهي شوفوا كده اهي. بس هزود ان هو اعمل كوبري هنا والحمها. ان شاء الله التلفزيون ايه هيشتغل الخط ان شاء الله مع بعض. والخط ده يتهز الجهاز ففصلت من مكانها، فصل التلفزيون. وده الارضي وده خط 180 وده خط ABL شابك اهو. اعمل الكوبري دي والحمه وارجع مع بعض. الخط رفيع يا جماعه، عملت له كوبري. بصوا الخط ان هو ايه، خط رفيع فما فيش حاجه تمسك فيه زي الناس. عملت له كوبري من اول اللاين هنا اول لغايه المقاومه بتاعت ايه، المقاومه الفيزيائيه بتاعت الشاشه. كده هنجرب مع بعضنا ان شاء الله ونشوف. هنشغل على السريع ان شاء الله دلوقتي ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتغل يا جماعة التلفزيون. وادي الإضاءة هاي الصوت اشتغل التلفزيون وتمام. نيجي نشوف نجرب عليه رصفر يا جماعة ولا خلاص. هو تقريبا كده هو التلفزيون اشتغل خلاص كده تمام. بس برضه نتأكدوا على ألوانه ونشوفوا الألوان بتاعته مظبوطة أو لا أو حاجة زي كده. نجيبوا رصفر ونجرب مع بعض. ده يا جماعة بعد هنجرب الريسيفر، نحط فيشة الريسيفر اهو ونشوف الألوان بتاعت التلفزيون شغالة صح ولا لا. الريسيفر بيد اهو. اشتغل الريسيفر. هذه القناة اللي جات اهي. الألوان مظبوطة إن شاء الله. كان منطقهم غلط. بالنسبة في كثير من الناس الأحمر والأخضر والأزرق، وده علشان إيمانهم ضعيف. أيوة يا بابا، بس أنا متهيألي السبب هنغير القناة. يلفت انتباه السامعين.
المهم كده الالوان الطبيعيه قاعده، الاخضر والازرق والاحمر، والتلفزيون يشتغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.